حاضر معلم، مثل ما بدك حاضر معلم. ايه حاضر معلم، هيك بده المعلم. طيب شو بدنا نعمل احنا؟ احنا رزقنا مع المعلم يعني، والمعلم اذا امرنا بدنا نشتغل مثل ما بده المعلم. طيب مين هو المعلم؟ المعلمين كتار، وهالمعلمين هدول سواء كانوا دول او افراد او تنظيمات او حركات، كله معلم ما دام عم يغذي هالتم عم يكون معلم. بس الشغلة اللي ما بتدخل بالعقل ولا بتدخل بالمخ نهائيا انه انا اقتل واحد لانه هيك بده المعلم. يعني هذا منطق اعوج لا يمكن ان يتقبله احد. انا ممكن اسوي اي شيء للمعلم اذا كان صح، لكن اوصل لحد القتل ولحد قطع الاعناق شيء غير طبيعي يعني وغير منطقي. بالتالي المعلم، هي تحرير الشام معلم، تركيا معلم، الفصائل معلم، الدولة السورية سابقا معلم، النظام معلم، أمريكا معلم، كله معلمين. بس مين هن اللي عم ينفذوا؟ هن الأدوات. وبالتالي إحنا ما فينا نقضي على الأدوات إلا بالقضاء على المعلم. طبعا أنا ما عم أقول نقضي على الأدوات الكبيرة الأمريكان وغيره وغيره، لا، إحنا لازم نفهم آلية العقلية للإنسان السوري ونشتغل عليها. نشتغل على معركة اسمها معركة الوعي. لا يمكن أن نقضي على هيك أفكار بوجود وعي. بالتالي نحن علينا أنه نستمر بهذا العمل، وكلياتنا أنا وإنتي 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 نشتغل على مرحلة الوعي، لأنه الوعي هو أساس القضاء على هيك بده المعلم. هيك بده المعلم هي تبعية. نحن ما خلصنا من نظام الأسد بعد ولسه عم نشتغل لمعلم جديد. نحن علينا معركة الوعي، هي أكبر من معارك الحربية حتى، وبالتالي علينا أن نشتغل عليها بمقالات، بالفكر، بالتوعية النفسية، بالتوعية الأخلاقية وإلى آخره. هيك بده المعلم لازم تلتغى من القاموس، نقول هيك بده الأخلاق، هيك بده الحق، هيك بده الضمير، هيك بده كل شيء سوي لازم نقول هيك بده. أما كل شيء خطأ لازم نبعده عن التفكير، وما لازم نقوله وما لازم نمارسه، لأن الإنسان حر بتصرفاته وليس حسب ما بده المعلم. سلام.